سراجا وقمرا منيرا، وأصلي وأسلم في هذا اليوم العظيم على من بعثه الله هاديا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. اللهم صل وسلم على صاحب الحوض المورود واللواء المعقود، أول شفيع وأول مشفع وأول من تنشق عنه الأرض يوم العرض، صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. ومما زادني شرفا وفخرا وكدت بأخمصي أطأ الثريا دخولي تحت قولك يا عبادي وأن صيرت أحمد لي نبيا. إذا سئلت عن صاحب الخلق العظيم فقل إنه محمد، وإذا سئلت عن صاحب المقام المحمود فقل إنه محمد، وإذا سئلت عن صاحب الحوض المورود فقل إنه محمد، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه وذرياته. محمد سيد الدنيا وزينتها، والمصطفى في الورى من سائر الأمم، قد جاء والخلق في ظلم وفي ظلم، والناس ما بين جبار ومنتقم، فتوجت بنت وهب يوم مولده، هام الزمان بتاج العز والكرم، لم تدر في الدهر يوما أنها احتضنت في جوفها كوكبا يمحو دجى الظلم، جاءت به كله نور فوا عجبا من كوكب جاء منقضا من الرحم. يوم مولده صلى الله عليه وسلم سقط إيوان كسرى بن هرمز كما ذكر ذلك الشيخ محمد الغزالي رحمه الله، وأخمدت نار المجوس التي كانوا يعبدونها من دون الله. رأت أمه يوم ولد عليه الصلاة والسلام أن ضوءا خرج من فرجها أضاءت له قصور صنعاء. أيها الإخوة المسلمون عباد الله، ونحن نحتفي بمولد النبي صلى الله عليه وسلم سنضع أوامر شتى أمر بها. أولا نهى عن التباغض والتحاسد وحب الذات، لذلك قال عليه الصلاة والسلام لا تباغضوا ولا تحاسدوا ولا تقاطعوا ولا تدابروا وكونوا عباد الله إخوانا. المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يحقره ولا يخذله. لكن انظروا إلى الواقع اليوم، انظروا كيف يعيش بعضنا بعضا، تباغضوا تحاسدوا تدابروا تقاطعوا. المسلم صار عدو المسلم، يظلمه ويحقره ويخذله، يستولي على ماله، يستولي على أرضه، وربما قد يقع في عرضه، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وإنا لله وإنا إليه راجعون. أين نحن من حديث النبي صلى الله عليه وسلم؟ أين نحن من أوامر النبي صلى الله عليه وسلم؟ انظر لحالك أنت مع جارك. ألم يقل عليه الصلاة والسلام من كان يؤمن بالله واليوم الآخر؟ ماذا يا رسول الله؟ قال فليكرم جاره. ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه. اليوم الكثير من المشاكل قد تقع بين الجار وجاره، إما على أرض أو على عبر أو على ذراع أو حتى على شبر. سلوا المحاكم، سلوا المحاكم تنبيكم ماذا بين الجار وجاره. وكم من يوم نسمع أن فلان من الناس قتل فلان. هؤلاء امتثلوا أوامر النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا، بل خالفوها، بل تعدوا على النفس التي حرم الله. قال الله تعالى ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم
جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. أسألكم بالله، والإنسان إذا سئل بالله أجاب، كيف لو بعث فينا ابن عبد الله اليوم ورأى تلك الأشلاء الممزقة والأجساد المحترقة والدماء السائلة، وهو الذي ينظر إلى الكعبة بيت الله مخاطبا إياها، ما أعظمك وما أشد حرمته، فوالله للمؤمن أشد حرمة عند الله منك. اليوم صار التقاطع والتباغض والكراهية والحسد والبغضاء واقع في مجتمعاتنا، وماتت أمراض النفوس والأحقاد والضغائن، وانتشرت الغيبة والنميمة، وصار الأخ يقتل أخاه، بل لا يكتفي بقتله بل يتلذذ بذلك. وماتت أمراض النفوس والأحقاد والضغائن، وانتشرت الغيبة والنميمة، إلا من آثار الحزبية، إلا من آثار العصبية، إلا من آثار القبلية التي يتعصب فيها الإنسان إما لأهله أو لصديقه أو لشيخ أو لإنسان ما. هذا هو الواقع الذي نعيشه اليوم. لقد عادت بعض حضارة الأمس إلى يومنا هذا، ولكن باسم ماذا؟ باسم التجديد. العصبية أيها الإخوة مكروهة منبوذة. الناس كلهم أمام الله سواء، لا فرق للعجمي على عربي إلا بتقوى الله عز وجل. يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله من؟ إن أكرمكم عند الله أتقاكم. ليس أكثركم مالا ولا أعلاكم جاها، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. ألا لا فرق لعربي على عجمي ولا أسود على أبيض إلا بتقوى الله. هذه هي رسالة محمد صلى الله عليه وسلم، هذه هي الدعوة التي أطلقها قبل 1400 سنة، يوم أن قال من بطأ به عمله لم يصلح به نسبه، عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. أليس هو القائل يا فاطمة يا ابنة محمد سلي من مالي ما شئت لأني لا أغني عنك من الله شيئا يوم القيامة. يا بني هاشم الناس يأتون بأعمالهم وتأتون بأنسابكم، عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. أتدري هذا لماذا؟ لأن الأولاد يطالبونه بحق الكسوة وهو لا يجد، لأن أبنائه يتذمرون من الجوع والعطش. والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن. قيل من يا رسول الله؟ قال من بات شبعان وجاره إليه جائع، وجاره إليه جائع. لا يؤمن أحدكم. من القائل؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. أسألكم بالله يا من في هذا المسجد المبارك وهذا الجمع الطيب الكثير، هل صار البعض يحب لأخيه ما يحب لنفسه؟ لا والله.
لا والله إلا ما رحم ربي، بل صار البعض يتمنى لأخيه أن يقع في حفرة ولا يخرج منها، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أيها الإخوة المسلمون، لو أخذنا نتحدث عن سيرة النبي المصطفى والرسول المجتبى، عن تعاليمه، عن أخلاقه، عن جهاده، عن معاملته، لما كفت هذه النصف الساعة، بل ولن تكفينا السنة. الكثير أيها الإخوة اليوم منا وفينا من يدعي حب النبي صلى الله عليه وسلم وهو في واد، والنبي صلى الله عليه وسلم لا يعرف له حقا ولا واجبا ولا حقوقا. المحبة الحقيقية هي أن تحب لأخيك ما تحب لنفسك. المحبة الحقيقية هي أن تظهر الولاء لله ولرسوله ولأئمة المسلمين وعاماتهم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم، ولكنه لا يعرف عن محمد بن عبد الله، لا يعرف عن رسول الإنسانية، لا يعرف عن رسول الرحمة، لا يعرف شيئا. أصبحت وسائل التواصل الاجتماعي سببا في خراب مجتمعاتنا، واتخذها البعض وأدخلها إلى بيته، إلى أبنائه، دون رقيب ولا حسيب، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أصبحنا نعرف الممثل الفلاني والمغني الفلاني، وإذا سألت عن نبي الله صلى الله عليه وسلم أو حتى بعض عن زوجاته أو عن بعض أصحابه ممن ضحوا بأنفسهم وأموالهم لا تعرف عنه شيئا. محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا، يا سبحان الله، يبتغون فضلا من الله ورضوانا. من هم؟ هم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، سيماهم في وجوههم ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار. وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. أختم هذه الخطبة المباركة بإذن الله بأمر قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: أحب الناس إلى الله أنفعهم للناس. من هم يا رسول الله؟ قال: أحب الناس إلى الله أنفعهم للناس، وأحب الأعمال إلى الله سرور تدخله على مسلم. هذه هي سيرة المصطفى، هذه هي تعاليمه، سرور تدخله على مسلم، تكشف عنه كربا، تطرد عنه جوعا، تقضي عنه دينا. ويقول عليه الصلاة والسلام: لئن أمشي في حاجة أخي خير لي من أن أعتكف في مسجدي هذا شهرا. وهذه هي رسالة لأولئك الذين يدعون التدين وهم يقفون في زوايا المسجد، لا يهمهم أمر الفقير ولا أمر النازع ولا أمر المسكين ولا أمر المظلوم. حتى قال لبعض الأخوة ذات مرة: صراحة أنا أحترم إمام المسجد الفلاني. فقلت له: لماذا؟ قال: حد نفسه من بيته إلى مسجده. قلت له: بئس الرجل هذا. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: لئن أمشي في حاجة أخي خير لي من أن أعتكف في مسجد هذا شهرا. المساجد هذا لا الكبير، لا جامع الجواد، لا الجامع الكبير بصنعاء، لا، إنه المسجد النبوي الذي تعدل فيه الصلاة ب1000 صلاة. يقول صلى الله عليه وسلم: من فرج عن مسلم كربة من كرب الدنيا فرج الله من كرب يوم القيامة، ومن ستر مسلما في الدنيا والآخرة. والله في عون العبد
ما كان العبد في عون أخيه. أين أئمة المساجد من هذا الحديث؟ أين خطباء المساجد؟ أين عقال الحارات؟ أين المسؤولين؟ أين المسؤولين الذين سيسألون أمام الله، الذين سيقفون بين يدي الله؟ أين هم من الحفاء والمساكين؟ أين هم من الجوع؟ أين التجار؟ أين أصحاب الأموال؟ أين أيضا أصحاب المستشفيات العامة؟ هذا مولد النبي صلى الله عليه وسلم. أين التخفيضات في الأسعار؟ أين النسب التي خصصتموها للفقراء؟ أم لا هم لكم إلا أكل الفقير والمسكين والنازع والمظلوم تزيدونه ظلما ولا قوة إلا بالله؟ فالله الله يا عباد الله باقتفاء آثار النبي. واعلموا يا عباد الله أنه لا نجاح لنا ولا عز لنا ولا تمكين لنا إلا باتباع النبي محمد صلى الله عليه وسلم. لا نجاح إلا من طريقه، ولا فوز إلا من طريقه، حتى الجنة لن تكون إلا من طريقه. أعفيتها يا رب العالمين، ولا معسرا إلا يسرتها، ولا مظلوما إلا أنصفته، ولا ظالما إلا قصمته، ولا ظالما إلا قصمته، ولا ظالما إلا قصمته. اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. اللهم في أوطاننا وأصلح ذات بيننا، ألف بين قلوبنا، اجمع شملنا ووحد كلمتنا، وانصرنا على من عادانا واعتدى علينا وعلى بلادنا. اللهم اغفر لجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، إنك يا الله قريب مستجيب الدعوات. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان.